محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذاعة الجمهورية اليمنية من إب تقدم أصحابي كالنجوم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. برنامج يومي يعده ويقدمه لكم خالد ناجي الفقيه. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي أصحابي كالنجوم، فأهلا وسهلا بالجميع. جعفر بن أبي طالب. أحبتنا المستمعين الكرام، انظروا جلال شبابه، انظروا نضارة إهابه، وانظروا إلى أناته وحلمه، انظروا إلى تواضعه وتقاه، وانظروا إلى شجاعته التي لا تعرف الخوف، وانظروا إلى كرمه الذي لا يخاف الفقر، وانظروا إلى طهرته وعفته، انظروا إلى صدقه وأمانته، ثم انظروا فيه إلى كل رائعة من روائع الحسن والفضيلة والعظمة. ثم لا تعجبوا، فأنتم أمام أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. أنتم أمام من كناه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي المساكين. أنتم أحبتنا تجاه من لقبه الرسول بذي الجناحين. أنتم تلقاء طائر الجنة الغريد، جعفر بن أبي طالب، عظيم من عظماء الرعيل الأول الذين أسهموا أعظم إسهام في صوغ ضمير الحياة. أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما، آخذا مكانه العالي بين المؤمنين المبكرين. وأسلمت معه في نفس اليوم زوجته أسماء بنت عميس، وحمل نصيبهما من الأذى ومن الاضطهاد في شجاعة وغبطة. فلما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه الهجرة إلى الحبشة، خرج جعفر وزوجته إلى الحبشة، وهناك رزق خلالها بأولادهما الثلاثة محمد وعبد الله وعوف. وفي الحبشة كان جعفر بن أبي طالب المتحدث اللبق الموفق باسم الإسلام ورسوله، ذلك أن الله أنعم عليه فيما أنعم بذكاء القلب وإشراق العقل، وكذا فطنة النفس وفصاحة اللسان. ولئن كان يوم معركة مؤتة الذي سيقاتل فيه فيما بعد حتى يستشهد هو أروع أيامه وأمجاده وأخلدها،
فإن يوم المحاورة التي أجراها أمام النجاشي بالحبشة لن يقل روعة ولا بهاء ولا مجدا. لقد كان يوما فذا ومشهدا عجبا. وذلك أحبتنا أن قريشا لم يهدأ لها بال، ولم يذهب غيظها من المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، فقد خشيت أن يقوى هناك بأسهم ويتكاثر طموحهم. وحتى إذا لم تواتهم فرصة التكاثر والقوة، فقد عز على كبريائها أن ينجوا هؤلاء من نقمتها، وأن يفلتوا من قبضتها، وأن يظلوا هناك في مهاجرهم أملا رحبا تهتز له نفس الرسول وينشرح له صدر الإسلام. هنالك قرر ساداتها إرسال مبعوثين إلى النجاشي يحملان هدايا قريش النفيسة، ويحملان رجاءهما في أن يخرج هؤلاء الذين جاءوا إليه لائذين ومستجيرين. وكان هذان المبعوثان هما عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، وكانا لم يسلما بعد. كان النجاشي أحبتنا الكرام، والذي كان يجلس أيامئذ على عرش الحبشة، كان رجلا يحمل إيمانا مستنيرا، وكان في قرارة نفسه يعتنق مسيحية صافية واعية، بعيدة عن الانحراف، نائية عن التعصب والانغلاق. وكان ذكره يسبقه، وسيرته العادلة تنتشر في كل مكان تبلغ. من أجل هذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم بلاده دار هجرة لأصحابه. ومن أجل هذا أيضا خافت قريش ألا تبلغ لديه ما تريد، فحملت مبعوثيها هدايا ضخمة للأساقفة وكذا كبار رجال الكنيسة هناك. وأوصى زعماء قريش مبعوثيهما ألا يقابل النجاشي حتى يعطي الهدايا للبطارقة أولا، وحتى يقنعاهم بوجهة نظرهما ليكونوا لهم عونا عند النجاشي. وحط الرسولان القرشيان رحالهما بالحبشة، وقابلا بها الزعماء الروحانيين كافة، ونثر بين أيديهم الهدايا التي حملاها إليهم، ثم أرسلا للنجاشي هدايا، ومضيا يوغران صدور القسس وكذا الأساقفة ضد المسلمين المهاجرين، بل ويستنجدان بهم لحمل النجاشي على ردهما، ويواجهان بين يديه خصوم قريش الذين تلاحقهم بكيدها وأذاها. وفي وقار مهيب وتواضع جليل جلس النجاشي على كرسيه العالي تحف به الأساقفة ورجال الحاشية، وجلس أمامه في البهو الفسيح المسلمون المهاجرون تغشاهم سكينة الله وتظلهم رحمته. ووقف مبعوثا قريش يكرران الاتهام الذي سبق أن ردداه أمام النجاشي حين أذن لهم بمقابلة خاصة قبل هذا الاجتماع الحاشد الكبير، حيث وقف عمرو بن العاص وقال: أيها الملك، إنه قد ضوى لك إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم وآبائهم ولم يدخلوا في دينك، بل جاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم. وفي هذه اللحظة ولى النجاشي وجهه نحو المسلمين ملقيا عليهم سؤاله، حيث قال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم واستغنيتم به عن ديننا؟ عندها أحبتنا نهض جعفر قائما ليؤدي المهمة التي كان المسلمون المهاجرون قد اختاروه لها إبان تشاورهم وقبل مجيئهم إلى هذا الاجتماع. نهض جعفر في وقار وجلال، وألقى نظرات محبة على الملك الذي أحسن جوارهم وقال: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف.
حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وكذا أمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءه من ربه، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فغدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وإلى ما كنا عليه من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. انتهى كلام جعفر، وبهذه الكلمات المسفرة كضوء الفجر ملأت تلك الكلمات نفس النجاشي إحساسا وروعة، والتفت إلى جعفر وسأله قائلا: هل معك مما أنزل على رسولكم شيء؟ فقال جعفر: نعم. قال النجاشي: فاقرأه علي. ومضى جعفر بعد ذلك يتلو لآيات من سورة مريم في آداء عذب وخشوع جميل، فبكى النجاشي وبكى معه أساقفته جميعا، ولما كفكف دموعه الهاطلة الغزيرة التفت إلى مبعوثي قريش وقال لهما: إن هذا الذي قرأه والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما. أحبتنا المستمعين الكرام، رحلتنا ما زالت متواصلة مع الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب، نستكملها في الحلقة المقبلة بإذن الله. نستودعكم الله. قدمنا لكم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أصحابي كالنجوم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. برنامج يومي يعده ويقدمه لكم خالد ناجي الفقيه.